الزمالك بيفوز على دي قضاها بسداسية نظيفة، والأهلي يكسب جيل بهدف عكسي في مرماهم. الزمالك بيفوز على دي قضاها في استاد القاهرة الدولي بسداسية افتتح التسجيل أحمد شريف الوافد الجديد من فاركو، ثم عزز البرازيلي اللي من وجهة نظري أفضل لاعب حاليا في مصر بلا منافس خوان الفينا بيزيرا، والهدف الثالث سريعا عمرو ناصر. اما الهدف الرابع فاتى عن طريق سيف الدين الجزيري، والهدف الخامس عن طريق خوان بيزيرا، والهدف السادس عن طريق سيف فاروق جعفر. الزمالك امام دي قضاها بين الجماعية، ولكن فرص كتير ضايعة كانت ممكن تطلع بالماتش دوت. انا من وجهة نظري 10-12، بص اي رقم انت عايزه تطلع في الماتش ده. ده اخر الحكم ادى 3 دقايق في اخر الشوط الثاني، معلش الماتش يخلص في الشوط يعني في ال3 دقايق دول 4 تجوان ضايعين، يعني تخلص الماتش 10-0 في 3 دقايق. تخيل 4 تجوان ضايعين في 10 دقايق في 3 دقايق، يعني حاجة مرعبة جدا جدا جدا. والاهلي باداء مش مطمئن من المدرب الجديد، لكن لسه برضو ما نتكلمش عنه كتير لان الملعب بره مش ملعبنا. الجمهور هناك اي هيصه اي زيطه بتاع الجمهور الجيلي دوت في بوروندي، اصلا دوله لا تسمع عنها في كره القدم. لمسه كده اي حاجه في اي حاجه، راح محمد هاني عامل عرضيه جون، وهناك اي لمسه للاعب الجيلي دوت تلاقي لسه الجماهير صوتت مش عارف ايه، اي حاجه كده مشي الدنيا مع الجمهور عشان الدنيا تمشي وكده. طبعا احنا منتظرين دلوقتي بنتفرج على بيراميدز شوط اول 0-0 مع نهضة بركان. ان شاء الله بيراميدز يعملها باذن الله ويفوز على نهضة بركان ويرجع لنا بالسوبر الافريقي من استاد 30 يونيو. اما امبارح انا اتفرجت على الدوري السعودي، كان عندنا متعه، شباب بيتعادل مع الاهلي 1-1، والنهارده بقى الهلال مسك الاتفاق اداله درس كروي عالمي 5-0 مع الرأفة، يعني 5-0 مع الرأفة من غير سالم الدوسري افضل لاعب في اسيا. كده الهلال بيقول للاتفاق انا رجعت بعد التوقف. انزاجي بيقول للجميع خلي بالك الوحش الهلالي عاد. الهلال بيخطو خطوة الى الامام ويرجع الى المركز الثاني. اما في الاول طبعا معروف النصر النهارده عنده الفتح. ما تنساش يا حريف الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك الكومنت الايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. سلام.